أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله. نبداو مع التكملة ديال المعسلات. كيف ما قلت لكم اليوم غنحضر معكم الشباكية وحتى الوريضة اللي كتكون ساهلة بطريقة اللي بسيطة ومبسطة، اللي هي هذه بالنسبة للناس اللي ما كتنجحش ليهم الشباكية أو التشباك ديالها. ولكن حتى في هذا الفيديو غنقترح عليكم الشباكية بطريقة اللي ساهلة وبسيطة وعملية و100% غتكون ناجحة معكم، لأن كتجي مجعبة، كتجي هشيشة بزاف كيف ما كتشوفوا، شاربة العسل ديالها. كنصحكم تجربوها. انا الفيديو ديال المقادير ديال الشباكيه ما عرفتش كيفاش حتى تقطع ليا، ف انا راه حاطاها في القناه، اللي بغى يشوفها بالتفصيل يرجع ليها. ولكن انا غنعطيكم المقادير شفويا. عندي واحد الكيلو ديال الفورس اللي كيكون نوعيه ممتازه، كاس ديال الزبده اللي هي بوغ نوازيت اللي كيكون مزول منها الحليب، كنخليوها طيب حتى كترجع بنيه. عندي كاس ديال زيت البلديه مع الزيت الروميه، كاس ديال الزنجلان اللي كيكون مطحون مزيان، نص كاس ديال اللوز. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الماكينه كطحن ليهم اللوز والزنجلان مزيان، فغتاخذوا داك الكاس ديال الزيت وديال الزبده وغطحنوه مع اللوز والزنجلان حتى كتحسوا بحال شكل املو. فبهذه الطريقه كيغنيكم بان تخافوا بان يكون لكم دوك الطريفات ديال اللوز. عندنا واحد الخماره، الملح، معلقه ديال النافع وحبه حلاوه هما مطحونين، معلقه ديال القرفه، ضامه ديال الزعفران، شويه ديال الزعفران الحر، 4 كاس ديال الخل، وجوج كيسان ديال المزهر. نجمعوا هاد العجين. من الاحسن تكون قاصحه ما تكونش رطبه، لان الشباكيه لا خليناها قاصحه فهي اللي كتعطينا الهشاشه، اما لا رطبنا العجين فهي اللي كتعطينا القصوحيه العجينه. كنعجنوا العجين وكنخليوه يرتاح في واحد البلاستيكه. من بعد كنطلقوه على شكل مربع، وكل مربع كنجمعوه على شكل مسمنه، ومن بعد كنرجعوا نطلقوا دوك المسمنات اللي درنا على شكل مستطيلات، ودائما كنوضعهم في واحد البلاستيكه ونخليهم يرتاحوا مده ديال نص ساعه باش يرتاحوا لنا مزيان. من بعد كندوزوهم في الاله ديال الشباكيه، كل واحد على حساب النمره اللي عنده، وكنديروا هاد القطاعه ديال الشباكيه اللي كتسهل علينا العمليه بزاف وكتوفر علينا الوقت. ضروري كنقطعوا ما بيناتهم، لا كانت كتكون شي شويه ديك القطاعه يعني ما ماضياش بزاف. وكنديروا الطريقه ديال التشباك اللي هي بهذه الطريقه هذه، راه الفيديو موضح، اللي هي طريقه سهله. كنتمنى تكون بالنسبه لكم حتى نتوما سهله. كيف ما شفتوا كنحاولوا نجبدوها شويه في الجناب، وكنسدوا القناه ديالها مزيان باش ما تحلش لكم. فهاد الشكل كيجي زوين، وحتى ديك القطعه كتعطينا دوك السنينات اللي كيكونوا زوينين. بالنسبه للشكل الورده اللي حتى هو ساهل، وانا متاكده راه جربتوه غيعجبكم. كنشدوا يعني بنفس الطريقه باش صايبنا الشباكيه. كنقطعوا واحد الدوائر، القطر ديال الدائره هو 9 سنتيم. الا درتو الدائره كبيره كتجي خايبه، درتوها الصغر فهي كتجي صغيره بزاف ما كتجي زوينه. فهذا هو القياس المناسب. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا كميه وفيره او ماشي ضروري تطلقوها بالوراقه، فممكن كتاخذوا غير كرات وكتطلقوهم بالمدلك، يعني بكميه اللي هي كبيره، وكتقطعوا دوائر باش كتسهل عليكم العمليه وكتحصلوا على كميه اللي هي كثيره حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. وحتى هما كنخليهم ينشفوا كيف ما سبق وقلت لكم. ضروري كنزيروا على داك الجناب باش ما كيتحلوش لينا. كاينه هاد الطريقه، وكاينه حتى الطريقه ديال التلويه اللي غنجمعوا الجناب ديالها كيف ما غنوريكم في هذا الشكل. كيبقى لكم الاختيار، فهما بجوج كيجيو زوينين. غير وحده كتجي على شكل ورده، والثاني اللي غندير معكم دابا كتجي على شكل سيجار. يعني دائما كنقطعوا دوائر القطر ديالهم 9 سنتيم. كنأكد عليها. كتاخذوا الجراره كديروا اشرطه، يعني تقريبا كنبعدوا بسنتيم ما بين كل شرطه وشرطه، وكنلووها بهذه الطريقه وتخليوها تزيروا غير الجناب وتخليوهم. يعني كيبقى راجع لكم الاختيار الشكل اللي بغيتو. فحتى دوك الشكل اللي بحال السيجارات كيجيو زوينين. هنا بعد ما وجدت الكميه كامل اللي عندي خليتها تنشف، وكنكونوا موجدين واحد الزيت باش نقليو. النار اللي تكون متوسطه، ما خليوهاش عاليه بزاف باش ما تخطرش لينا الشباكيه اللون ديالها وتحرق لينا. وضروري نبقاو نحركوا بواحد القطيب من الاحسن ديال يعني قطيب الخشب او الحديد اللي عندكم، ونبقاو نحركوا باستمرار
باش كلها تاخذ لينا اللون موحد واحد، تكون ذهبيه ما نخليوهاش طيب لنا بزاف. من بعد كنوضعوها في العسل. بالنسبه انا للعسل كناخذ القالب ديال السكر اللي فيه 2 كيلو مع اطرو ديال الماء مع حامضه، كنقطع على 2 العواد ديال القرفه، كنخليهم يطيبوا مده ساعه وانا مسوده عليهم الكوكوط وكديرها الصفاره. بالنسبه للنار كتكون متوسطه وكتبقى على حساب النار، كل واحد والنار اللي القياس اللي كيدير. بان هذه هي عارفه النار القياس اللي كندير انايا، فكياخذ ليا ساعه ديال الوقت. توصل ديك الساعه كيكون العسل هو هذاك. بالنسبه لكم ممكن ديروا غير ساعه لارو وكتشوفوا العسل واش وصل للمرحله اللي بغيتو. من بعد كتضيف واحد نص كاس ديال المزهر وحبوب ديال المسكه ديال الحره، فكيجي واحد العسل اللي كيجي زوين بزاف ومنسم. ممكن تزيدوا الزعتر الا بغيتو، ويعني كيبقى لكم الاختيار ديالكم. النجمه ديال الباديان حتى هي كتعطينا واحد النكهه زوينه للعسل. اهم حاجه العسل ما يكونش خفيف في الشباكيه، كيكون شويه ثقيل باش كيشد لينا في الشباكيه وما كيطيحش. من بعد كنوضعوا هكا الطريقه في العسل وكنحرصوا نديروا غير بشويه، حيت الشباكيه كتكون هشيشه بزاف وكتكون رقيقه باش ما تهرش لكم. وكنوضعوا هكا في كسكاس حتى كيتصفى لينا داك العسل. ومن بعد كناخذوا العلب وكنوضعوا فيها الشباكيه. يعني هذا هو الشكل الاول ديال الشباكيه عملت معكم. وبنفس الطريقه كنديروا الشباكيه ديال الورده كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها حتى هي كتجي زوين. كيف ما قلت لكم عمليه وبسرعه كتوجدوها وما تخافوش منها تهرس لكم. غير كنزيروا الجناب باش ما يتحلوش لينا حتى نكمل الكميه اللي عندنا. بنفس الطريقه. بالنسبه للعلب اللي كناخذوا ضروري كتاخذوا واحد العلب اللي محكمه الغلق. وما بين كل شباكيه كنفرشوا ضروري البلاستيك الغذائي باش الوقت اللي كنوضعوهم في المجمد، خصوصا الا كنا غنحتفظوا بهم مده طويله او درنا كميه كثيره ديال الشباكيه ما نخليوهاش على برا، ضروري نديروها في المجمد. فكنفرقوا ما بين البلاستيك والبلاستيك. كيف ما كتعرفوا العسل كيقبط لينا في الشباكيه ملي كنبغيو نزولو كتهرس، داكشي علاش ضروري كنديروا ما بين طبقات البلاستيك الغذائي وكنحتفظوا بالمجمد. وكنخليو واحد العلبه اللي كنخليوها غير في الثلاجه لتحت للاستعمال اليومي حتى كتسري لنا وكنعاودوا ننزلوا علبه اخرى. وهذا الشكل الثاني حتى هو بنفس الطريقه وكنديروا ليه الزنجلان ممكن ديروا ليه زئفيلي. كيبقى لكم على حساب الاختيار. نتمنى الوصفات ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم لوليداتكم ونترككم في هذا الرحمن وكنقول لكم مع السلامه.